هل يمكن لفستان عرس أن يشعل خلافًا بين صديقتين مقربتين؟ القصة بدأت بالنجاح وانتهت بانفجار. تالا صفوان، إحدى أشهر صانعات المحتوى على تيك توك، دعمت راو التيك توكر الشاب حتى وصلت به إلى 1,200,000 متابع، وكرمز لهذا الإنجاز قال راو لها: سأجعلك تتصدرين التوب 1، فقط اختاري اليوم. وكان الاتفاق واضحاً، تالاً سترتدي الفستان الأبيض، وراو سيدعمها ويسوق لها. وبالفعل، بعد أيام قليلة، ظهرت تالاً بالفستان الأبيض، فستان زفاف، حلم، رمز للنجاح، ربما كل ذلك. ولكن الحدث لم يعجب الجميع. هنا ظهرت صديقتها المقربة سارة محمد، والتي كانت تالاً تقيم في بيتها في ذلك الوقت. بدل أن تفرح لها، تفاجأ الجميع بتعليق قاس من سارة، قالت: تشبه مسعود أوزيل. وبدأت موجة من التنمر، ليس من سارة فحسب، بل من عدد كبير من متابعيها. البعض رأى في تعليق سارة سخرية قاسية، وآخرون اعتبروها غيرة خفية. فهل كانت صديقة حقيقية؟ أم أن الفستان الأبيض كشف المستور؟ صداقتهن التي بدت قوية انهارت على مرأى من الجميع. تالا صمتت، ولكن الجمهور لم يصمت، وموجة التعاطف معها اجتاحت تيك توك. فهل انتهت العلاقة تماماً؟ وهل كانت نية تالاً بريئة؟ أم خطة للتصدر والانتشار؟ ومن المخطئ؟ تالا أم سارة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. هل تتعاطفون مع تالاً؟ أم ترون أن الفستان الأبيض كان استفزازاً؟